ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ واهلا بيكم تاني. فيديو النهارده هو حاجات انا اشتريتها من ايسنس وجديده، انا جبتها جديده وجربت شويه منها وهقول لكم رايي فيها ايه. ايسنس من الماركات الحلوه الرخيصه وفي نفس الوقت جودتها حلوه. انا كنت شاريه منها كام حاجه قبل كده وجربتهم. بصراحه عجبتني جدا، يعني سعرها كويس، لا هي غاليه قوي ولا هي رخيصه قوي. في نفس الوقت فيها حاجات كويسه جدا، انا مش هنكر. فيها حاجات ما كانتش قد كده. فالنهارده انا في حاجات انا جبتها، حابه اوريها لكم، حابه نشوف مع بعض ايه اللي كان حلو وعجبني فيها وايه اللي ما عجبنيش. اول حاجه انا جبتها من ايسنس هو الكونسيلر ده، اسمه ايسنس كاموفلاج، ده كريم كونسيلر. اللي عجبني في الكونسيلر ده ان هو فيه درجتين، انا درجتي طبعا رقم 10 اللي هو ناتشورال بيج. اللي عجبني ان هو فيه درجتين، في درجه فاتحه ودرجه غامقه. الدرجه الغامقه دي انا بستخدمها ككونسيلر، لان زي ما انتم شايفين هي لون بشرتي قوي. الدرجه الفاتحه دي بستخدمها كهايلايت. فبالنسبه ان انا عندي اتنين في باليت واحده، دي كانت ممتازه بالنسبه لي. الكثافه بتاعته شويه تقيله، ده الفاتح ده الغامق زي ما انتم شايفين، بس يعني بيندمج كويس قوي. بس مشكلتي معاه ان هو تقيل، يعني لازم ابذل مجهود شويه في الدمج بتاعه. الكونسيلر حلو، التغطيه بتاعته متوسطه مش عاليه، يعني ما بحطه بيبقى فيه شويه حاجات لسه باينه، بس مش مشكله، يعني نقدر نحط عليه هايلايت ونظبطه. هو بس تقيل شويه. فالكونسيلر التقيل ده انا بستخدمه في الكاموفلاج، هو اصلا اسمه كاموفلاج. انا بستخدمه في الكاموفلاج، يعني بعمل بيه ايه؟ يعني بداري بيه العيوب. يعني لو انا عندي هالات سودة قوي، بحط الاول الدرجه الغامقه وبدمجها، وبعد كده بحط عليه الدرجه الفاتحه. وانا عندي هالات غامقه، بحط الاول قبليه مصحح تحت الكونسيلر. لسه بتحطي ميك اب جديد، فما انصحكيش خالص بالتقيل ده. تاني حاجه اشتريتها من ايسنس وبجد انا مبسوطه اني جبتها، كانت الماسكارا دي، اللي هي اسمها اي لاف اكستريم كريزي فوليوم ماسكارا. دي انا سمعت عنها ريفيوهات كتير جدا جدا جدا، الناس كلها بتشكر فيها، فانا جبتها. في منها نازل الووتر بروف، اي ثينك ان لونها كان ازرق، بس انا حبيت اجرب الاول دي، ممتازه. هي بتقول ان هي اكستريم او كريزي فوليوم، هي مش بتديكي الفوليوم زي ما انتم متخيلين، هي بس كل الحكايه يعني بتفرق الرموش شويه وبتديها لون غامق، بس مش كثافه الواو. بس اللي عجبني فيها ان هي بتقعد، قعدت معايا تقريبا في حدود من 8 ل 10 ساعات، ويمكن اكتر من كده كمان. بس في الاخر بقى ابتدى في الرموش اللي تحت تبتدي تطلع كلاكيع، لو انت لو مسكتيها كده فرجتيها بايديكي بتدي لون اسود. فانا مش عارفه ده يبقى عيب ولا لا، ان ده كان بعد تقريبا 10 ساعات، فانا مش شايفه ان ده عيب طالما قعدت معايا ومسحتش خالص، مسحتش عندي خالص في الجزء اللي تحت. انا شايفه ان هي ده مش عيب خالص، فدي كانت جميله جدا جدا. ولو انتي مشتريتيهاش انا بجد ارشحها. ماسكارا وسعرها رخيص وقعدت معايا ده كله ورموشي كانت جميله، انا بجد ارشحها. اشتريت البلاشر، الاتنين البلاشر دول من ايسنس، احنا بنتكلم عن ايسنس فلازم يبقوا ايسنس. اشتريت الاتنين بلاشر دول مات تاتش، او الفينش بتاعهم مات. انا حاطه منهم واحد النهارده، سيمبل قوي ورقيق قوي، ينفعوا بنات الجامعه او البنت اللي نازله شغل وحابه تحط حاجه طبيعي او تبان طبيعيه، فانا رشح دول خالص. انا جايبه درجتين، واحده اسمها 20 بيريمي، الدرجه دي على روز فاتح زي ما انتم شايفين كده، والدرجه دي 10 بيتش مي على خلينا نحطهم جنب بعض لان هو مش شبه بعض، دي على مشمشي شويه، دي على مشمشي شويه، ودي على بينك. خليني احط لكم برده سواتش على ايدي. دي الدرجه اللي على خوخي، ودي الدرجه اللي شويه على بينك. زي ما انتم شايفين لون هادي خالص. اللي ذهلني او ان انا خلاني اقول واو ان البيجمنتيشن بتاعهم عالي زي ما انتم شايفين. انا مجرد عملت شويه سواتشات كده بايدي، اللون فظيع، قوي جدا. بتقعد البلاشر، اللون بيقعد في حدود ممكن اعلى من 6 ساعات، بس انا ما جربتهم كانوا حوالي 6 ساعات.
يعني انا ذهلت بصراحه. البلاشر سعره رخيص جدا وبيقعد الوقت ده كله. ف بجد بجد انتي لو حابه تغيري الوان البلاشر او تشتري بلاشر جديد، ارشح جدا الاتنين دول من اسنس. طبعا على حسب درجتك. كان في افتح من الالوان دي. اللون اللي على بيتشي شويه او على مشمشي شويه ده كان في درجه افتح منه للبنات البيضه. واللون ده متهيألي كان في درجه منه تانية، بس هما دول درجتين اللي عجبوني. ففعلا انا عاجبني جدا الاتنين دول وارشحهم جدا. حاجه تانية من الحاجات اللي جبتها وبرده ذهلتني كان الجلاس دول، الثلاث الوان دول. انا كنت شاريهم الشهر اللي فات، بس انا مش عايزه اقول لكم قد ايه انا مبسوطه بيهم، وخصوصا الدرجه دي. عايزه اعمل لكم سواتش. انا ما عنديش حاجه بصراحه الدرجه دي في اي ماركه تانية. اللي هو اللون المصدف اللي بيلمع على ذهبي. جميله جدا، ومجرد ما بحطها على اي ليبستيك او على اي روج بتغير الشكل تماما. الاتنين دول برضو حلوين. ده على بينك. هو المفروض ان هو يكونوا كلهم بيلمعوا اللمعه اللي انتوا شايفينها دي، بس البينك شويه خفيف او اللون بتاعه مش قوي زي الالوان التانية. اللون ده على بيتي شويه، جميل جدا. ففعلا الثلاثه دول خرافه، وكان ان انا اشتريتهم دي كانت حاجه حلوه قوي. لون تاني شفاف ومتهيأليش ان كان في درجات تانية، هي كانت الدرجات دي. لو انت ليكي في الجلاس قوي او بتحبي منظر ان شفايفك يكونوا بيلمعوا او فيها لمعه كده، فلو حابه تغيري تشتري من اسنس عليكي وعلى دول. حاجه تانية برضو اشتريتها كان المونوكير ليه نصيب فيه معايا. اشتريت الدرجتين دول. هو بيقول ان هو جيل نيل بولش، وهو فعلا بيدي الاحساس ده. انتي مجرد ما حطيت منه طبقه بيدي لمعه حلوه قوي. بيقعد وقت كويس على ايدي، قعد معايا وقت حلو. الدرجه دي اما تحطي طبقه تاني منها بتقلب موف غامق، فخلي بالك لو مش بتحبي الدرجات دي مش هتعجبك. الدرجه دي جميله 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 جدا. بس لولا ان انا حاطه في ضوافري النهارده انا كنت جربت لكم اللونين. عندهم رينج درجات عالي جدا. عندك بينكات واللي على اورنج، وفي رصاصي، في اسود، في تقريبا ابيض. فرنج. حتى لما شفت على الريك او على الرف لقيت تدريج الالوان، يعني مثلا الاحمرات في احمر وبطيخي وشويه فاتح وبعدين الغامق وهكذا. فعجبوني جدا والفينش بتاعهم حلو جدا. في حاجه انا جبتها برضه كانت نازله جديد، انا مش عارفه هو دي حاجه جديده نازله ولا كانت خلصانه وحطوا منها تاني. هم الليبستيك دول. المفروض ان ده مكتوب عليه اسنس تريبل اكس لونج لاستنج ليب جلاس، يعني ده اسمه اهي اسنس تريبل اكس ليب لونج لاستنج ليب جلاس، يعني بيقعد وقت طويل. بس من فوق مكتوب فيلفت مات. يعني ايه فيلفت مات؟ فيلفت مات يعني بيدي مات بس مش اوبيك قوي او مش غامق قوي، بيدي فيه لمعه بسيطه. كانوا موجودين هما دول الثلاث درجات اللي كانوا موجودين. خليني اعمل لكم سواتش الدرجه دي. خليني اقرا لكم الاول هو مكتوب عليها ايه. مكتوب ان هو لونج لاستنج يعني بيقعد وقت طويل. سيلك ليب كريم او ان هو ناعم ليب كريم، ناعم على الشفايف وبيديني سوفت مات فينيش، يعني مش المات الجامد اللي تحسي ان شفايفك باينه الشقوق فيها، لا ناعم بيدي زي ما تقولي لمعه بسيطه فيه. الدرجة دي مش مكتوب درجتها كام. خليني بس اعمل لكم سواتش على ايدي شوفوا درجتها ايه. دي الدرجة النيوت او الدرجة اللي هي البيج الفاتح، مش عارفة باينة في الكاميرا ولا لا. دي الدرجة دي زي ما انتوا شايفين في لمعة بسيطة، هو مش مط فيه خالص بس في لمعة بسيطة. ودي درجة نبيتي شوية او برجندي. سواتش عملته في حياتي اهي فيها سنة على بنفسجي او موف زي ما انتوا شايفين. تالت درجة الاحمر دي
ودي يعني هما التلاتة حلوين، بس الدرجة دي كمان جميلة. ريحته حلوة، ريحة مسكرة كده، ريحة فروتي. وده الأحمر، مش أحمر قوي خالص، بس ماشي مع بشرتي. لو انتي درجتي أو قمحية لوني كده، فاللون ده هيبقى ممتاز ليكي خالص. خليني أقول لكم درجاته. درجة ده اسمها هوت براوني رقم 17. الدرجة اللي في النص دي هوت براوني رقم 17. الدرجة دي اسمها سوفت نيود رقم 6، أول واحدة. الرقم ده اسمه سيلكي ريد رقم 7. هو المفروض ان هو لونج لاستنج، يعني بيقعد وقت طويل. انا لقيت ان هو بيقعد بس مش قوي، يعني انا مجرد ما اعمله كده ابتدى يسيح مني. اللون ده ينفع بالنهار قوي لان هو نيود زي ما انتم شايفين كده، فمجرد ما تحطيه بس مش لونج لاستنج، لان انتي ممكن تاخديه معاكي في الشنطه وتبتدي تزودي في اليوم. ده ما بيقعدش وقت طويل يا بنات، ومجرد ما باكل او بشرب بيروح خالص. اللونين دول سهرة برضو لو انتي حابة تزودي عليه في اليوم. فهو فعلا زي ما هم كانوا كاتبين، هو ناعم على الشفايف خالص، بيدي منظر ناعم زي الحرير السيلكي فينش. فيلفت مات، يعني مش اوبيك او مش غامق قوي، فهو فعلا كان بيحقق اللي هم بيقولوا عليه ده. لو انتي بتحبي تاثير الفيلفت مات، مش بتحبي المات قوي اللي بيشقق الشفايف او يبين تشققات الشفايف، فانتي هتحبي خالص الليب جلاس دول. انا بكده اكون خلصت. ماركة اسنس ماركة انا بصراحة عجبتني. كل حاجة اشتريتها منها بصراحة كانت حلوة قوي. في حاجات انا رحت لقيتها خلصانة، فدول اللي قدرت اتحصل عليهم. لو حابين اعمل لكم ريفيو عن اي براند تانية، يكون جايبة حاجات يعني ريفيو عن البراند دي، ايه اللي عجبني فيها وايه اللي ما عجبنيش، قولوا لي في الكومنتات تحت. فهي دي كماركة توتال كويسة، تاخد مني 8/9/10. ارشحها جدا لان هي affordable او سعرها حلو يناسب كل الناس. فيها كل حاجة، يعني هي براند منزلة كل حاجة، منزلة الاي شادو، منزلة كريم الاساس، منزلة روج، منزلة كحل، منزلة اقلام حواجب، منزلة كل حاجة. براند حلو قوي وسعرها جميل. فانا بكده اكون خلصت الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا منه او فدتكم باي حاجه فيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناه بتاعتي عشان يوصل لكم كل حاجه جديده. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت لو حابين نكرر النوع ده من الفيديوهات تاني ولا لا. واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي.